حياكم الله مستمعينا الكرام واهلا بكم مره اخرى. اليوم اكيد ارتئينا انه يكون ضيفنا في برنامج المجله الصباحيه من على هوا راديو تايم سكوير هو الشاعر الغنائي الكبير الاستاذ داود الغنام. يشرفنا اليوم في استوديو راديو تايم سكوير. صباح الخير عليك استاذ داود. اليوم نريد نتحدث استاذ داود بشكل اكثر حول النصوص الغنائيه، تعاملات حضرتك مع الفنانين بشكل عام، اصداراتك الاخيره، لكن شوي شوي نبديها بالفرق بين النص الغنائي والقصيدة، وأيهما أصعب يعني؟ هو أي كلام أي شعر. ومرات نعم. أتذكر مرة محمد عبد الوهاب قال أنا كلام الجريدة مستعد ألحنه. صحيح. ولكن أكو فرق لما تعطي إلى ملحن قصيدة ما مختارة معتها بأبيات لكي تغنى، فيضطر الملحن إلى قطع وإلى حذف وإلى تغيير حتى تنسجم مكونات هذه أو مفردات هذه الأغنية بفكرة موحدة. فرق أن الشاعر يكتب أغنية، الملحن يستلم أغنية مكثفة، فكرة وموضوع ومفردات. يعني علي الملحن أن بس يلحن، ما عليه أن يغير يقدم ويأخر. وهذا طبعا عملية صعبة على الملحن، لأن مرات الملحن يغفل سطر واحد بالقصيدة ما يلحنه، تفلش القصيدة كلها. فهذا الفرق، يعني فرق بسيط يعتمد على ذكاء الملحن. حضرتك استاذ داود كتبت القصيدة الفصيحة وكتبت العامية، يعني وين تلقى نفسك ومن الأصعب وشون تلقي الجمهور لكلماتك؟ يعني يمكن اللي متابع أعمالي من يقرأ الأغنية والنص الغنائي الفصيح أو يقرأ النص الغنائي الشعبي لا يجد هنالك فارق كبير. فأنا أكتب باللهجة، احنا نسميها مصطلحنا اللغة البيضاء. نعم. لغة الجرايد، لغتنا اللي نتكلم بيها يوميا. وهذه اللغة اللي هي تكون الوسطية اللي محبوبة لكل اللي الوطن العربي، يعني بالوطن العربي أجمع. وأيضا بالفصحى لا أكتب بكلمات قاموسية، أكتب بمفردات بسيطة تصل إلى الناس ولكن بمعناها تكون عميقة، لا بسيطة معناتها مسطحة، لا أكيد لا. فهذا مرات فكرة تجيلي من أكتبها بالفصحى تكون أجمل، يعني مفردة. يعني في مرة كتبت قصيدة جت ببالي من يا ترى تلك التي كانت معك، يعني بصوت مطربة. يعني مثل تكتبها بالعامية شو قال هذا وشان وياك. لا طبعا ما ترام يعني. بالعامية ما رهمت بالفصحى، يعني هي تنادي تقول أنا فصيحة يعني. أي يعني هي حسب الفكرة، هو كل الشعر. فعلا يعني مثلا أغنية التائبين صعب إنه ممكن يعني تكون بطريقة فصيحة يعني. أي شو يقول سنتوب يعني. يعني هي تجبرك أن تكتبها بهذه اللغة، أما فصحى أو عامية. فعلا. خلينا نسمع شوي من تائبين اللي ذكرناها. أستاذ داود أعتقد كتبت هذه الأغنية وأنت كنت في العسكرية، صح؟ صحح لي المعلومة معك. لا هو صحيح. يعني هو العسكرية استلمناها من 83، والحمد لله احنا كمدرسين ومدرس لغة انجليزية نعم جانا انتداب اللي ما طولنا بالعسكرية بالقادسية كان هسه داود الغنام الله يرحمه. يعني الحرب يعني الكل يعرفها. كتبتها بال83. نعم. يعني كانت سريعة باتصال من الفنان الملحن الكبير نامق أديب وأبو مازن الله يرحمه يا الصبر، اتصلوا بي من الكويت وكانوا على عجالة. قالوا أستاذ داود تبعث لنا نصوص بأسرع وقت لأن نريد نسافر للقاهرة نسجل. فأنا يعني كنت أمر في أزمة، يعني تعرف الشاعر يمكن النظرة جرحة ويزعل ويسوي مشكلة يسوي قصة. أي إحساسكم مرهف يختلف شوي. مشكلة طبعا مو كل الشعراء يعني مع احترام يعني. اي يعني ومرات واحد يقول انتم الشعراء يعني احساسكم، لا هو احنا بشر، واكو شاعر حقيقي واكو شاعر يعني ما اخذها شلون الحرفة يعني. اي فانا لا انا اتعلم واعاني واكتب الشيء اللي اعيشه بصدق. يعني اي مطرب مثلا يكلفني يريد فكره اذا ما اعيشها انا ما اكتبها،
ما أعرف أكذب، لذلك أكثر أعمالي وصلت للناس. فكتبت مجموعة أغاني. فرأسا خابرت النامق، كان بالكويت، قلت له نامق منه يجي للبصرة، خليه يجي للبيت. فدز نسيبه كان يروح ويجي، اجى ثاني يوم للبصرة، انطيته مجموعة نصوص: تايبين، ولو تزعل، وهنيالك حبيبي والف هنيالك، وهذا اخر اشقيا روح، مجموعة نصوص. فاللي ظهرت بالالبوم 4 اغاني، 2 النامق و2 النامق اديب. ما النامق 2 مالاتي، تايبين ولو تزعل. وهن 2 اغاني ضاربه بصراحه يعني الحمد لله والشكر. قلت لك انت من تسوي فرشيل عليك، سويه بشكل جميل وصادق، والباقي يبقى على رب العالمين سر النجاح وعلى الجمهور. فعلا، وهذا اكيد حبك لعملك هو اللي يعني نجح هذه الاعمال المهمه على مستوى الوطن العربي طبعا. ومرات الاغنيه توقيتها يصير خطا، تنزل في وقت حتى الاغنيه جميله ما تنجح، ومرات يعني اكو ظروف. فتايبين نزلت بظروف نعم يمكن خدمتها، لان كانت الحرب العراقيه وكل اغاني وطنيه. اذاعتنا ماكو تلفزيون، كل اغاني وطنيه، حرب وقتل. فعلا. فورا يمكن كم سنه من الحرب، فقالوا يا خلاص الحرب راح تستمر، خلاص ما نبقى كل اغاني وطنيه. فنزلوا اغاني عاطفيه، نزلت تايبين. يعني كان الشارع عطشان الى متعطش فعلا، الى مشاعر بعيد عن الحرب فعلا. فتايبين يعني فظيع شهرتها خلال ايام، بحيث انا كنت عسكري ما نازل للبيت، ومرات نسمع راديو مرات ما نسمع راديو، تعرف عسكريه اكيد تلفزيون ماكو بين النزول والاجازه، واكيد طبعا. فلما اجوا جماعتنا وتلقيناهم وسلمنا عليهم، كلهم يغنون تايبين. قلت شو القصه؟ قالوا هاي اغنيتك قلب الدنيا، لما سمعوها قبلك يعني. اي لما شهر يلا انزل فعلا. او 20 يوم. فهي الاغنيه خلال من طلعت يومين 3 اشتهرت ووصلت للناس، فالحمد لله والشكر. فهاي الاغنيه غطت على 4 اغاني، غطت على ولو تزعل، واغاني 2 طالب قرن الحنوان حن، وحيل اسحن بروح سحن. اغاني طالب من اروع ما يكون. تعاملاتك كل شوي ويا ياس خضر، يعني اعتقد هو ممكن يكون الفنان الاكثر تعاون بين الفنانين الاخرين يعني. لا، فؤاد سالم اكثرهم. فؤاد يعني شنو هي انا الفنان اذا ما ارتاح له واحس بمشاعره ما اقدر اكتب له، لازم يكون من انطي كلمات اللي انا عايشها يكون يترجمها. فؤاد سالم كنت اعيش بغربته، هو بالكويت صحيح، واتصال يعني يوميا بين يوم ويوم على طول يعني. فاعرف من يتمرض قلت مرضت من المستشفى، سويت فلان شيء، حتى علاقاته الشخصيه القريبه الحميميه يحكي لي اياها. فكان قريب من عندي من اكتب هاي الفؤاد. كاظم اعرف شريط كاظم، اعرف اللغه اللي يغني بها القريبه الي. فهكذا يكون التعامل، ما يصير تكتب. وياكم مطربين يكلفوني ما اكتب لهم، لان احس مو مثل نفسيتي. فعلا. يعني هسه استاذ داود، انت ذكرت كاظم الساهر، وفعلا هو مؤخرا اصدر ألبوم مع الحب لهذه السنه، وايضا انه كان يعني اعتقد محقق سماع في وحقق ايضا ترند في منصات كثيره على الانترنت. واليوم حضرتك الى قصيده اللي هي لا ترحلوا، نزلت بهذه الطريقه، ونزلت اخر يعني وحده بالالبوم، وكان ايضا لها سماع بصراحه كبير جدا في كثير من مواقع التواصل الاجتماعي. ايضا الكتاب ايضا كثير منهم تناولوا موضوع لا ترحلوا. تحدثنا عن هذا التعاون الاخير اللي حصل مع كاظم الساهر. انا تربطني بالفنان ابو وسام علاقه صداقه، يعني التقينا باول عمل ليش ما قلت من الاول، وكان هو يعني في بدايه طريقه، يعني ما معروف نعم. كأي مطرب يبتدأ بداية بسيطة، وحسيته ممكن أن يكون نجم، لأن الفنان شو نقول بالعامية نقول شمرة. عندك هذه الفراسة أنه تتعرف أنه هذا مبين ممكن يكون من يحكي وياك، الأدب، اللياقة، الالتزام. نعم. يعني مع احترامي لكل أصدقاء المطربين، مرات يوعدك لو يجيك لو ما يجيك، أو لو يجيك ورا ساعة ساعتين. كاظم لا، كاظم بالفت. وين انت استاذ داود؟ قلت له فلان مكان، قال لي جايك مسافه الطريق فعلا. والشيء الثاني بكاظم
ما يبخس حقوق الشعراء. يعني كان اول ما يشوف نقعد بعد ما قاعد بس قال لي هاي جايب، قلت له جايب لك اغاني فمتلف عليهم ياخذهم من ايدي وبعد ما قاريهن يشيل مبلغ من الفلوس الطيني. قلت له كاظم، البعض يقول كاظم شويه يعني مجحف، البعض طبعا يقول انه كاظم مجحف بمثلا تعاملاته وقاسي في العمل، وممكن انه في بعض حتى بعض الشعراء طلعوا قالوا والله ما انطونا بعض حقوقنا. ممكن انت حضرتك مواكب هذا الموضوع يعني، فهذا انت يعني اعتقد هو ممكن يكون رد في تعاونك معاه يعني هي الكل محق، ولكن تخلي بعينك الإنصاف. يعني نعم كاظم نجم وشيط للشاعر يعني مو بحقه، ولكن اكو مبلغ معقول. يعني المهم هو كاظم جاي يعطيك اكثر من ما تعطيك الشركه. نعم، شركه مثل يسجل روتانا يعطون 5000 درهم، يعني ما يقارب 14 15 ورقه. كاظم يعطي اضعاف هذا المبلغ. فانا لا، وكاظم افرض عنده مليارات، انا مو شريك وياه. اكيد طبعا، انا تكون عندي قناعه حتى احافظ على هذا هذه العلاقه تكون حميميه. انا من استغل، يعني هو هم يعرف لما تعطيه قد ما يقبل، لما يوميا تلح عليه، لما يبني له بيت تقول له والله تبني لي بيت، لما يشتري عجيب هذا الموضوع والله. لما تشتري يعني هاي الله يكون بعونك يا كاظم. يعني التعاملات يعني احد الشعراء اللي اختلف وياه خلاف حاد يقول لازم من اصعد اغني انا، اكون هذا الشاعر اصعده يقرا القصيده وانا بعدين وراء اغنيها. يعني قال لي ما ممكن، يعني هذه ما صايره يعني ما صارت في مصر ولا صارت في لبنان اعتقد. ما يعني ايش معنى انه بالفنان العراقي انه لازم الشعراء ايضا يعني كان المفروض ام كلثوم يوم يصعد احمد رامي مثلا يوم هو يقرا. يعني انا مقتنع. يعني مره من مرات كاظم سجل لي بألبوم واحد، ألبوم صور اغنيتين، هي علامك يا بعد عمري علامك، نعم، واغنيه واخيرا. كاظم ذكي تعمد ما يدز الاجور. كاظم متعودين عليه، يعني من ياخذ الاغنيه من عندك يقتنع يدز لك اجورك، فما دز الاجور. الاغاني نزلت وما وصلت، نزلت نعم. خابرني هو يحب يمزح، سولفنا ما شنو عن الوضع العائلي بيناتنا. اي قال لي ايش قد تطلب من الاستاذ؟ قلت له شو طلبك انا؟ ما مداينك. قلت له رجال ما تحتاج اداينك، خاف محتاج منك ابو وسام. قال لي لا يعني فلوس اغاني. قلت له الشقه، قلت له ليش الاغاني عليها فلوس؟ تطلبون فلوس انتم؟ قال ليش ما نعطيك؟ قلت له على كيفك ابو وسام. فيعني هذا الصفه اللي اخر عمل اللي هو نزل انترحلوا. انا قصدي منطيها من زمان، اسمها انترحلي. هي قبل ايش قد سلمت الكاظم؟ لا هي كاظم ادز له اعمال. هسه انا اول البارحه وقبلها ادز له اعمال، حتى يقول لي دز لي وحده لان جاي اشتغل مثلا عنده اغنيه اسمها المستحيل. قال لي خلينا نكملها، ودزيت له ثاني قال لي خلينا نكمل حتى ابلش بهاي. هاي المستحيل الك استاذ داود؟ جديده بعد ما نزلت، لازم نسمع من عندها شوي على الالبوم الجديد. اي ف انترحلوا من كملها راسا قال راح انزل اسجل. ايش قد ابعث له؟ قلت له ايش تبعث؟ قال حقوقك. قلت له ابو وسام احنا ما في يوم حاشين ايش قد المبلغ. يعني هو اللي يقول لك انه ايش قد تطلب يعني. اي وهذا شيء بصراحه من النادر يعني. قال لي لا انا ظالمك، انا حكاها بلسانه تستاهل انت. فدز المبلغ يعني يمكن اذا اريد انا قاعد اقول لا شنو ذا دز يعني $10,000 او $5,000، يعني كان المفروض يدز لي قونيه مال دولارات. ماكو شيء منطق. لا ماكو شيء منطق. اكيد عنده التزامات، سفر وفرقه وعنده اصدقاء وعنده اهل، يعني مفرداته هواي. هي المشاكل اللي فيه. انت لما تكون ما مقتنع وتريد اكثر تطمح، يعني انت ما عندك بيت لازم كاظم يشتري لك بيت، ما عندك سياره كاظم يشتري لك سياره. والله انا بنيت بيت واحتاجيت، حتى اهلي قالوا خابر الكاظم. قلت لا، كاظم ما مسؤول عن هاي الاشياء. وواحد جاي مر في ظروف مستحيل. يعني في المره خابرني بيوم العيد، انا ثالث يوم بيه كورونا، وسلمت عليه عادي، سلم عليه ما حسسته يعني، ولا قلت له مريض. ورا فتره من شافني راجع احد اصدقائنا نشر صورتي، فخابرني قال ليش ما قلت لي؟
قلت له لا يعني، قال لا على قلط ما عليك يعني ابصر. اي فعلا, فعلا. قلت له ما باعتبار انه صداقه بيناتكم واعمال اكيد. مو احنا شنو مشكلتنا؟ العلاقه بين المطرب والشاعر ماكو علاقه حميميه وصداقه من صدق. هواي شعراء للاسف نزلوا من قيمتنا. نعم. مرات انا حتى اطلق كلمه قاسيه، الشاعر المتسول اسميه. الشاعر يجب ان يكون فارس بكتاباته وفارس بالتزامه. كاظم ليش تميز عن باقي المطربين؟ مو اجمل صوت كاظم الساهر، عندنا اصوات ترى بالعراق فعلا اصوات كثر اكيد طبعا، ولكن كاظم نجم. النجم يكون بتعامله باخلاقه، بتعامله باخلاقه، بالتزامه، باختياراته. كاظم ما في يوم نزل نفسه الى اي مسؤول في اي دوله اخرى. استاذ داود، قبل لا انسى موضوع المستحيل، قصيده المستحيل، او هي بالعاميه او بالفصحى؟ بالعاميه يعني زين نقدر نسمع منها شيء؟ يقول مستحيل شلون اصدقك، مستحيل بعيني شفتك، مستحيل يعني كل هذا الشعور تبادله لغيري بغيابي، ويعني كل العشرة زور وحرقت بيها شبابي، ويا دليل تريد تثبت، يا دليل بعيني شفتك، مستحيل. احسنت. هو المفروض ما نقراها بس المفروض بس انت عزيز علي. الله يسلمك استاذ داود، ما تقصر والله. من تشوف من الشعراء الجدد او الجيل الجديد انه تشوف هذا خليفة مثلا الاستاذ داود الغنام، او هذا يجون هذول الجيل بعدنا ممكن يكملون لو ماكو؟ يعني سؤال صعب. لا مو صعب هو، بس يمكن هو يعترضون. ليش؟ لأن صارت الآن الأغنية ما عاد ذاك المستمع أو المتلقي اللي يميز. يعني يحبون هاي الأغاني الهوسة، هذه الإيقاعات، فيقول هاي مرات يجي واحد يناقشني بأغنية، قال هاي فلان أغنية، هذا فلان مطرب، قلت له بقول لك هاي الأغنية إيش قد راح تعيش؟ قال لي خلي تعيش لها أسبوع أسبوعين، يعني لازم تطلع وتنطفي. فاللي يكتبونها ناس يعني أنا أسميهم على باب الله. ما لقيت شاعر متمكن، حتى أكو شعراء أسماء كنت أعتقد بأنه لو استمروا بالشكل الصحيح كانوا يكونون لهم بصمة كبيرة. نعم. احنا تأثرنا باللي قبلنا، زامل سعيد فتاح، كاظم الرواعي، زهير الدجيلي، يكتبون بحرص بتمعن. فاحنا الجيل اللي جينا وراهم تأثرنا بيهم. الله يرحمه زامل سعيد فتاح في المرة من طلعة التائبين قبل لا يتوفى قال لي أنا مطمئن على الأغنية العراقية لأنه أكو داود الغنام وأمثاله جاي يكتبون بشكل حلو. الآن احنا ما جاي أشوفه أنا يعني جوابك انه ماكو فعلا جيل يعتمد عليه. المطرب يشترى من الملحن ومن الشاعر يشترى من الملحن والمطرب، يعني يفصلهم تفصال. يجي الملحن عنده لحن، قال سوي لي عليه، اكتب لي عليه، يجي يكتب. يعني تصفيط. شلون انت مرات تبني بيت مرتاح، بس من الترميم، عمل الترميم تكون أصعب على العائلة إذا قاعدة بالبيت، يعني مزعجة. فهذول يرممون الترميم ما يصنع أغنية. يعني مرات تلقى هواي حكي أكو ملحن كلش يعني معروف بين الشباب، وعلى قولتهم المطربين يحجز المطرب 4 أشهر 5 يلا يوصل له السرة حتى يلحن له، ولكن لازم ينسرة، يعني لازم ينسرة وبآلاف الدولارات فعلا. إذا محتاجين فعلا لأنه يعني ناس فعلا مبدعين إنه يكونون هم اللي يلزمون الساحة بصراحة. يعني فهذا الملحن بدأ عنده كم عمل حلو، لكنه مو صار عليه لود وطلب عليه، ظل احنا نقول يشربته الشربت بالضبط. تحس الأغنية هاي تشبه هاي وهاي تشبه هاي، نفس الميلودي، نفس الإيقاع، نفس الرذم، يعني يكرر نفسه، لذلك ما تعيش الأغنية فعلا.
أستاذ داود، طبعا الحديث كثير وياك، وأنت ما شاء الله عندك كثير من الأعمال، وصعب أنه ممكن أنه أحصرها في هذا الوقت القصير. أنا استمتعت فعلا وياك بهذا اللقاء، وآمل أنه أنت أيضا يعني استمتعت يعني وجودك ويانا. أكيد. شكرا لك، وأتمنى لك التوفيق ومزيد من التألق والنجاح. حبيبي، ممنون منك، شكرا جزيلا. الشاعر الغنائي أستاذ داود الغنام، كنت أنا ضيف في برنامج المجلة الصباحية. مستمعينا الكرام، شكرا لكم، نلتقيكم باكر إن شاء الله بنفس الوقت. كنت وياكم في إعداد وتقديم هذا البرنامج مصطفى نزار. دمتم في رعاية الله وحفظه.